خلينا نتعرف اكتر على تفاصيل هذه الزياره. معانا الشيخ عادل الحرثي الداعيه الاسلامي السعودي. اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا شكرا على اتاحه هذه الفرصه الطيبه منكم، وانا اريد ان اوصل رساله واقول: اطمئنوا يا اهل مصر، فاننا واياكم في خندق واحد، الدم بالدم والهدم بالهدم والمصير واحد، ولكن عدونا يعمل بمبدأ فرق تسد. فالواجب علينا جميعا كسعوديين ومصريين كمسلمين الوقوف بحزم في هذه الفترة التي تمر بها الأمة الإسلامية، التي يريد فيها عدوها أن يفرق بينها ويخلخل هذا البنيان المرصوص. لكن نحن بإيماننا وباتحادنا سنقطع الطريق على هذا العدو الذي يتربص بنا ليفتت من وحدتنا. والحمد لله هذه مواقف الدولة عندنا من الراحل الملك عبد الله رحمه الله إلى أخيه الملك سلمان حفظه الله تؤكد أننا ومصر شراكة مصيرية، بمعنى أنهم في خندق واحد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم في ذلك. لو تسمحين لي يا أختي، أنا عندي رسالة أريد أن أوجهها. تفضل. عندي رسالة إلى مصر وجيشها، جيشها العظيم. أقول إلى الشرفاء في جيش مصر العظيم: إنكم تقودون جهادا مقدسا في دين الإسلام، ولا يغرنكم خونة الدين الذين حرفوا الدين وسموه باسمهم الخوان المفلسين. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح أنه سيخرج في آخر الزمان أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء. لو يعلم الجيش الذي يقتلهم ما له من الأجر عند الله لنكل عن العمل. شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب النار كلاب النار كلاب النار. بل قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: شر قتيل قتيلهم وخير قتيل، شر قتيل من قتلوه وخير قتيل قتيلهم. وهؤلاء هم خوارج هذا العصر كما حكم عليهم العلامة الألباني. العلامة الألباني رحمه الله علامة الشام معروف، قال عن جماعة الإخوان المعاصرين هؤلاء، قال أنهم هم خوارج العصر. وحكم بضلالهم العلامة أحمد شاكر المصري رحمه الله، والعلامة ابن باز والفوزان وكبار العلماء عندنا في السعودية كلهم حكموا بأن هذه الجماعة جماعة ضالة. والعلامة الألباني حكم بأنهم خوارج العصر. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الذين يقتلون الخوارج هم من خير أجناد الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير قتيل من قتلوه. فإلى كل جندي قتل من جنودنا البواسل في سيناء، أو من جنود الشرطة الذين يقتلون في جوف مصر، إلى أهاليهم أقول: لا تبكوهم لا تبكوهم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير قتيل من قتلوه. فمن قتل على يد هؤلاء، من قتل من الشرطة أو من الجيش على يد هؤلاء الخونة، والله إنها كرامة له، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تمنى قتل هؤلاء، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، والحديث صحيح. فهؤلاء معي يا أختي. الله يفتح عليك يا مولانا. أنا عايزة أقول لحضرتك إن حضرتك بتقول يعني كلام محترم جدا، واللي حضرتك بتقوله ده هو اللي احنا بنحاول نقول إنه لازم كل الدعاة في كل الوطن العربي يشتغلوا بشكل متوازي.
يعني عمالين نقول ان احنا محتاجين جيش عربي موحد، احنا كمان محتاجين خطاب ديني مستنير موحد في كل الدول العربية والإسلامية. أحسنت يا أختي، لذلك هم يخفون مثل هذه الأحاديث. نعم. هم يخفون مثل هذه الأحاديث عن الناس حتى يظنون أنهم هم الذين يمثلون الإسلام، ووالله كذبوا، والله كذبوا، إنما هم يمثلون أفكارهم النكسة ودينهم المنكوس المركوس الذي سوله لهم مفكروهم أمثال سيد قطب وأمثال هؤلاء الذين هم ترأسوا هذه الجماعة وأتوا بالتكفير للمسلمين، يكفرون عموم المسلمين، يكفرون شعب مصر كله، بل يكفرون الشعوب الإسلامية كلها كما ورد ذلك في كتاباتهم، وهم يقولون الإسلام المعتدل. تسمحين لي يا أختي بالرسالة الأخرى؟ تفضل يا فندم، تفضل. الرسالة الثانية عندي أوجهها للرئيس عبد الفتاح حفظه الله، فأقول: أيها الرئيس، سر وعين الله ترعاك، سر فأنت تقود جهادا مقدسا تمناه أبو بكر وعمر، فأخلص النية، تنصر على عدوك وعدونا وتصلح لك الدنيا والآخرة، وإن تقتل فعلى هذا مات الشهداء ولا نامت أعين الجبناء. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات مرة في المسجد فقال، ونظر للصحابة وكان فيهم أبو بكر وعمر، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على تنزيله. قال: واستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر. يعني بعض الصحابة رفع رأسه يريد أن يقول الرسول له: أنت الذي ستقود هذا الجهاد المقدس من بعدي. فرفع أبو بكر رأسه ورفع عمر رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا 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 لا, لا. إنما هو خاصف النعل. فنظروا وإذ بعلي بن أبي طالب يخصف نعل رسول الله. علي بن أبي طالب بعد موت رسول الله قاد جهادا واحدا مقدسا ضد الخوارج، ضد الذين خرجوا وكفروا المسلمين كلهم، ضد الذين خرجوا في الكوفة وقالوا بأن المسلمين كلهم كفار، وانحازوا وأصبحوا يقتلون المسلمون ويغيرون عليهم، مثل جماعة الإخوان الآن حين يقتلون في شعب مصر، وحين يقتلون في جيش مصر، وحين يقتلون في العوام من أهل مصر، وحين يقتلون في النصارى من أهل مصر الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ فأحب أبو بكر وأحب عمر أن يكون هو قائد هذا الجهاد المقدس، فقال: لا، إنما هو علي. فعلي قتل الخوارج في معركة حروراء وسجد شكرا لله سجودا لما قتل أولئك الخوارج. الآن هؤلاء الخوارج الجهاد ضدهم جهاد مقدس. فأقول: أيها الرئيس، قد اصطفاك الله لتقود هذا الجهاد، وهذا من قدر الله المكتوب في علم الغيب عنده، أن تقود أنت جهادا ضد هؤلاء الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فوالله أنعم به جهادا ولا تأخذك فيه لومة لائم، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالناس، يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد شر قتلى تحت أديم السماء. فهذا الجهاد حباك الله به، فإن تقتل فعلى هذا مات الشهداء ولا نامت أعين الجبناء. نعم. عندي رسالة أريد أن أوجهها. تفضل يا فندم. وأقول: نعم. تفضل. وأريد أن أقول له للرئيس عبد الفتاح: اعلم أن في بلاد الحرمين من يدعو لك في سجوده بالنصر والتمكين على هؤلاء الخوارج الذين تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتلهم. فيكفيك يا رئيس أنك تنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هؤلاء الخوارج، بل يكفيك فخرا أنك تؤدي أمنية تمناها رسول الله، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أين هذا الحديث؟ لما لا يخرجونه للناس حتى يعرف الناس ضلالهم؟ لكنهم هم مثل اليهود يخرجون ما يريدون ويكتمون الحق الذي لا يريدون. وعندي رسالة أيضا إلى الإعلاميين الشرفاء من أهل مصر، إلى الإعلاميين الشرفاء أقول لهم: إن جهاد الكلمة والبيان ضد من يتستر بالدين ويحرف الملة باسم الخوان المفلسين إنه والله جهاد عظيم أيها الإعلاميون الشرفاء. سماه الله جهادا كبيرا
إذ قال الله في كتابه العزيز: وجاهدهم به جهادا كبيرا. كان رسول الله في مكة يجاهد المشركين لا بالسلاح ولا بالسيف، وإنما كان يجاهدهم بالحجة والبيان. ففضح هذه الجماعة وبيان زيفها وبيان ضلالها وكشف سترها والله إنه من الجهاد الكبير، مثل جهاده صلى الله عليه وسلم في مكة حين أن كان يبين زيف أولئك الأقوام ويبين ضلالهم. فإن الإعلاميين حين أن يبينوا ضلال هذه الفرقة وزيفها وتحريفها للدين وخروجها عن المنهج الصحيح، والله إنه جهاد عظيم. فلذلك أقول لهم: أخلصوا النية حتى تفوزوا بأجر هذا الكتاب الذي سماه الله عز وجل جهادا كبيرا. وعندي رسالة يا أخت لو تسمحين أخيرة فقط. طبعا، اتفضل. أتمنى أن تصل. أقول لهؤلاء الخونة الذين باعوا دينهم لعدوهم وباعوا ملتهم لعدوهم: أبهذا أمر رسول الله بأهل مصر؟ أبهذا أمر رسول الله أن تزرعوا المفخخات لهم في شوارعهم؟ أبهذا أمر رسول الله أن تزرعوا المفخخات لهم في حدائقهم؟ أن تزرعوا المفخخات لهم عند أبواب كنائسهم؟ هل هذا دين محمد الذي تزعمون أنكم تنصرونه؟ أعوذ بالله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن مصر ويحثنا على حسن الأخلاق معهم فضلا عن أمانهم. ألم تكن أم إبراهيم ابنه مصرية قبطية؟ ألم تكن أم ابنه إبراهيم مصرية قبطية قد أهداها له المقوقس ملك القبط وكان على دين قومه؟ فكيف يفعل بهم هذا؟ دماء طاهرة تزهق في شوارع مصر بأي دين وبأي ملة وبأي مذهب، إنما هو بمذهب هؤلاء الخوارج. والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا لما رضي بما يفعل هذا. كيف يرضى وقد أوصى بأرحامه؟ يكفي أن لأهل مصر رحما تفعلون بهم هكذا وتسمون هذا من الدين وتسمون هذا الإخوان المسلمين؟ أي ملة هذا؟ لذلك يا أختي أنا أقول إن شعب مصر كله من أكبره إلى أصغره يقود جهادا ضد هذه الجماعة الفاجرة الخائنة الذين سماهم العلماء بأنهم خوارج هذا العصر. نعم. والله لو يعلمون ما لهم من الأجر عند الله لنكلوا عن العمل. هذا النص يقول: لو يعلم من يبين فضائحهم ويكشف عوارهم ويبين تحريفهم للدين ويقاتلهم ما له من الأجر عند الله لنكل عن العمل. معناته أن قتال هؤلاء وفضحهم له أجر عند الله عظيم، لكن قومنا لا يعلمون. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصركم في جهادكم هذا، وأن يقيم لكم من عنده النصر والتمكين. ووالله الذي لا إله إلا هو إن هناك في أرض الحرمين من يدعو لكم بظهر الغيب أن ينصركم الله على خوارج هذا العصر. والله يا مولانا أنا يعني مستمتعة جدا بحديث حضرتك ومش عايزة أقطعك حتى ومش عايزة أسألك. حضرتك بتقول كلام على الجميع الحقيقة الإنصات ليه بشكل كبير. عايزة من حضرتك قبل ما أقفل معاك رسالة أخيرة لمن يدعمون الإرهاب بالمال وبالسلاح وخاصة إذا ما ادعوا أنهم مسلمين. رسالة من حديث رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: من آوى محدثا، والحديث في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب، لهؤلاء الذين يتسمون بأنهم إسلاميين، هذا حديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء الذين أحدثوا في دين الله واستباحوا دماء المسلمين واستباحوا بلاد المسلمين قد أحدثوا حدثا في دين الله وفي دماء أعراض الله
كيف بكم تؤونهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، هؤلاء الذين أحدثوا كيف تؤونهم؟ وعمر بن الخطاب يقول لو تمالى أهل عدن على قتل رجل واحد لقتلتهم به. كيف والمؤامرات تحاك في تلك الدول لعمل التبشير في مصر عندكم؟ يعملون المؤامرات هناك، صحيح، ويحبكون صحيح. الخطط ليحصل التفجير ويموت فيه الأبرياء. أين حديث رسول الله لعن الله من آوى محدثا؟ لكن هذه الجماعة يكفيها خزيا ويكفيها عارا أن من يقف وراءها الآن بكل قوته هي أمريكا. يكفي هذا. نعم.